بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعيني الكرام، انا حابب اتكلم معاكم عن مباراة مصر والدنمارك. حابب اتكلم معاكم عن اخر تطورات التعاقد مع الكابتن عمر الساعي لاعب الاسماعيلي. حابب اتكلم معاكم عن فكرة هل الزمالك هيفوت مباراة بيراميدز ولا لا، هياخد المباراة بجدية. حابب اتكلم معاكم في مشكلة تأخير لجنة العقوبات، انه يبقى ما بتعلنش عقوباتها. حابب ان انا اتكلم معاكم. حابب ان انا اتكلم معاكم كمان في سهر لعيبه النادي الاهلي في فرح مروان عطيه بالامس. هنبدا من الاخر كده ونقول الاول يا جماعه، لعيبه الكوره امبارح بني ادمين، اجازه، يوم اجازه. لاعب كوره، دكتور، مهندس، دي اجازته، من حقه انه يعمل اللي يناسبه ويفرحه عشان يقدر يرجع تاني كامل طاقته، يقدر يؤدي الوظيفه اللي مطلوبه منه. طب هو وظيفه لاعب الكوره ايه؟ وظيفته انه يؤدي داخل المباراه داخل المستطيل الاخضر. دي وظيفته واللي المفروض انه مطلوب منه فيها انه يعملها. فاذا ما قدرش ياخد وما قدرش يشحن الطاقه بتاعته، طب هيأدي ده ازاي؟ هيعمله ازاي؟ اكيد هيكون عنده مشكله. فانه اللاعب يطلع ويحضر مناسبه طالما ده يوم الاجازه ومستأذن وما عندوش تدريب، فمن حقه يعمله. طيب هيفرق في ايه؟ هيفرق في الروح المعنويه، هيفرق في التعاون اللي ما بين اللعيبه، الود اللي ما بينهم، الاخوه. طيب دي نتيجتها بنشوفها في الملعب؟ بنشوفها في الملعب. بنشوف حمايه وسام ابو علي لحسين الشحات، بنشوفها كهربا مع وسام ابو علي، بنشوفها وسام ابو علي بيهدر ضربه جزاء في مباراه الالومنيوم، وبنلاقي انه كهربا اللي بيحفزه وبيقول له قوم. بنشوف انه قفشه ينزل مكان امام عاشور قصاد بيراميدز، فقفشه يجيب الجون فامام عاشور يشيله على كتفه. طيب الروح دي هي نتيجه الحب اللي ما بين اللعيبه. طيب انتوا عايزين روح ما بين اللعيبه داخل المباراه، عشان كده اللعيبه كلها كانت متكاتفه، عارفه انه اي خطا واحد هيدمر. لعيبه الاهلي دي لو مش لعيبه محترمه، يوم مشكله حسين الشيبي ولاعيبه بيراميدز مع حسين الشحات، لا كانت الدنيا فلتت. كان الجمهور ده لو ما شافش ان في لعيبه محترمه كانت الدنيا هتبقى اصعب بكتير، اصعب بكتير. يعني جمهور الاهلي ما كانش هيبقى مستحمل. لكن مين اللي ودى الصوره كويسه؟ هو لعيبه الاهلي. احنا قلنا ان انفعال مدرب بيراميدز اثر على قرارات لعيبته. ده بالنسبه لمروان عطيه واللعيبه. وانا بقول لكم نحاسب امتى؟ نحاسب اللعيبه دي لما تاثر في مباراه زي مباراه البيراميدز. طيب تاثر في مباراه المصري يوم الجمعه. طيب ايه تاني؟ عايز اقول لكم ان ديانج لا احتمال سفره يتاجل المباراتين، مباراه المصري ومباراه سيراميكا. الاهلي محتاجه، وحتى بوجود مروان عطيه كان الاهلي بيحتاج ديانج. فما بالكم انه مروان عطيه واخد اجازه فرح، فلا، وانه كمان عمرو السوليه مصاب، فلا الاهلي محتاج ديانج، واكيد مش هيسافر، ومش كمان اظن بنسبه 90% هيلعب كمان مباراه سيراميكا. طيب ايه كمان عايزين نتكلم فيه؟ كهربا. هل كهربا هيكمل؟ لا، ما اظنش انه كهربا انه هيكمل. اقصد هيكمل وانه يكمل التعاقد اللي كان بيعمله وانه يطلع الاحتراف في الدوري السعودي. هو احنا عارفين ان كهربا عنده ازمه في المبلغ الفايده اللي عليه حوالي 15 مليون جنيه، القسط اللي فاضل عليه من غرامه الزمالك المفروض يدفع في اول شهر 8. ما اظنش ان كهرباء الاهلي لو بتركزوا، الاهلي مأجل التعاقد مع المهاجم، وبدا يدور على الهاف الشمال، وبدا يدور على لعيب في خط نص الملعب، فبيدور على يحيى عطيه الله، فبدا يدور على اماكن تانية. لو احنا مركزين ما عادش الاهلي بيتكلم ولا لجنه التعاقدات بتتكلم على المهاجم. ده معناه ايه؟ انه ممكن في حاله الود اللي ما بين وسام ابو علي وما بين كهربا، انه في المباريات اللي وسام ابو علي عنده اصابه، يعني احنا عارفين انه وسام ابو علي متعرض لشد من مباراه بيراميدز، فممكن وسام ابو علي ما يبقاش موجود وكهربا بيأدي. حتى وهو بيضيع الكوره في مباراه بيراميدز الاخيره، كان ده نتيجه التسرع ونتيجه انه عايز يجيب الجون وعايز يفرح نفسه وعايز يفرح الجمهور ويفرح النادي الاهلي. لكن كهربا في الاوقات اللي بياخد فيها لا بيأدي، واقف على رجليه، فيقدر ينزل ويقدر يأدي، واكيد انه اتعلم من الدرس. فده معناه انه يخلي لجنه التعاقدات تأجل فكره التعاقد مع المهاجم، وطالما ده بيحصل يبقى اكيد اداره الاهلي هتحاول تحل له مشكله المبلغ ال 15 مليون جنيه عن طريق اعلانات، عن طريق اي حد، وان هي تحاول تخليه يكمل الموسم اللي جاي مع الاهلي. طيب حابب اتكلم معاكم كمان عن الاداء السيء. احنا شفنا اداء سيء لمنتخب مصر، اداء بلا طعم ولا لون ولا شكل ولا ريحه ولا اي حاجه. اتفرجوا، عراق تعظيم، المغرب يا سلام على العظمه،
تخطيط الجمعيه المغربيه لاداره كره القدم، تخطيط رابع عالم منتخب اول، وانا بقول لكم هي مخططه ان هي عايزه ميداليه في الاولمبياد. طيب ده نتيجته بيظهر في الملعب ولا كلام في الاول؟ لا بيظهر. لا ده تحيه لكل واحد في جمهور المغرب حافظ على فوز فرقته، حافظ ضغط الجمهور اللي اتعمل في المغرب هو اللي حافظ للمغرب على نتيجتها، هو اللي حافظ للمغرب على الفوز على الارجنتين. المغرب ادت، الجمهور ما سمحش ان فرقته تظلم بعد الاداء العالمي اللي اتعمل، كان نتيجته انه المغرب كسبت وانه بقت فرقه عربيه افريقيه تكسب الارجنتين. فيبقى ما عادش الخوف، ما عادش خوف الفرق الشمال الافريقي من الارجنتين، من البرازيل، من باراجواي، لا احنا شفنا اليابان بتلعب امبارح قصاد باراجواي 5-0 اداء عالمي. فلا البطوله فيها مستويات حلوه، لكن منتخب مصر مشكله. طب تعالى كمان ايه مشكله إيه يعني ايه اللي بيعمله المدرب؟ مدرب ما خدش عمر الساعي، خد النني وما كانش مخطط، خد زيزو وما كانش مخطط. طب يعني ايه زيزو ما يستحقش؟ لا ده زيزو احسن لاعب، لكن هو ما كانش مخطط. فما كانش مخطط هي ايه الخطه ولا ايه المكان اللي هيلعب فيه زيزو. عشان كده زيزو تلاقيه دخل في النص بقى لاعب حر في اخر 10 دقائق فبدا يظهر زيزو. لكن انك تفضل حاطه على الوينج اليمين مش مدي لزيزو راحته. لازم اللعيبه تحس ان ده النجم اللي معاها اللي عايزه توصل له الكره عشان هو اللي هيقدر يدي باصه سحريه. سيبك من ان يجيله كره عرضيه وانه يغمض عينه فما تاخدش جون اللي رفعها كريم الدبيس. لا المنتخب ما عملش حاجه. ما عندك منتخب الدنمارك بيغير 4 لعيبه في بدايه الشوط طمعان في المباراه. طب مدرب منتخب مصر بينزل مظهر بالنجا بينزل المهاجم بعد اخر 10 دقائق قطه تعبان ما بقتش قادر يرفع، كريم الدبيس ارهق في الدفاع، ما بقتش في كره بتوصل له، مش هيبان المهاجم. طب ما بتعمل ده من بدري. طب ما انت شايف ابراهيم عادل ما عملش حاجه في الشوط الثاني، ده يمكن الشوط الاول كان بيتحرك. طب ما تغير ابراهيم عادل، ما تنزل مصطفى سعد ميسي، في مشكله. انت بتنزل في اخر 5 دقائق مع الوقت الضايع اللي لعيبه الدومينيكان هتضيعهم كلهم في الضربه الركنيه. فبقى في مشكله كبيره عند منتخب مصر. اداء سيء. اوزبكستان عملت مباراه قويه قصاد اسبانيا، وانا خايف على منتخب مصر من اوزبكستان. هل مصر هتفضل ولا الغيره لتيشيرت منتخب البلد هو اللي يفوق اللعيبه؟ في مشكله كبيره. انا عايزه حلقه لوحدها نتكلم عن مشكله منتخب مصر وازاي المدرب ما بيغيرش وايه الخطه اللي كنا بنلعب بيها وازاي انه ولا قادر يمسك الكوره ويطلع بيها كويس ولا قادر يبقى فاهم انه بيلعب كور قدام كور عاليه ويبقى عنده مهاجم يقدر يستلمها. في حاجه غلط. هو مش قادر يلعب حتى على سرعه زيزو انه يلعب انه يبصيله ورا الاثنين مدافعين فيقطع. انت ضيعت فرصه منك انك تكسب الدنمارك امبارح. طيب عايز اتكلم معاكم بما اننا جبنا سيره عمر الساعي وازاي المدرب ما ياخدوش، وطبعا هو ما خدوش عشان النني، وده ما يمنعش ان النني ادى مباراه عاليه، بس انت ما كنتش مخطط. انت خدت النني لانك فوجئت انت عايز 3 لعيبه، فوجئت النني مش معاه نادي فما حدش هيقول لك فيلا خد النني. انا حاسس ان هي مشيت كده، مش مشيت بخطه، مش مشيت انت محتاج اللعيب ده عشان هتبني عليه جوه المباراه. انت خدته بس النني ادى مباراه، ما نقولش لا، لكن بنتكلم كمنتخب احنا ما بنلعبش مباراه وديه. كابتن عمر الساعي الخطيب بيتكلم مع كابتن نصر ابو الحسن بيخلص الاهلي مستو خبط على الباب، ان شاء الله بيراميدز يخش يعرض قد الاهلي ده 3 مرات، حقه، معاه فلوس حقه، والاسماعيلي انه يدور على مصلحته حقه، لكن جمهور الاسماعيلي ما يبقاش عنده مشكله بس راح اللاعب للنادي الاهلي تمام، لكن لو في عرض ومصلحه الاسماعيلي انه في العرض الاعلى بالتوفيق لعمر الساعي، بالتوفيق لاداره الاسماعيلي ان هي تختار اللي يناسب ليها. فده المهم ودي مصلحه النادي الاسماعيلي اهم من اي حاجه. النقطه كمان اللي عايزين نلحق نتكلم فيها مع بعض نقطه الزمالك ومباراه بيراميدز. هل الزمالك حابب فعلا انه يتغلب من بيراميدز؟ هل المجلس الاداره اللي كان بيقول ايه مشكله ما بيراميدز تكسب، هل هو ده الاحساس اللي انت موصله للعيبه انك ما عندكش مشكله؟ انت كده حاسس بقى بالجمهور؟ الجمهور تاخدش الدوري لكن كسبت الاسماعيلي، كسبت بيراميدز وكسبت الاهلي، الجمهور يفرح يحس ان ده الزمالك رقم 1. طب اكسب بيراميدز رقم 2. طب اكسب. طب انت عايز تتغلب من الاهلي او تنسحب وبعدين تتغلب من بيراميدز؟ طب انت فين؟ انت خايف على جمهورك؟ نصيحه لمجلس اداره الزمالك، خافوا على جمهور الزمالك، حبوا جمهور الزمالك.
حبوا جمهور الزمالك، جمهور الزمالك عايز يشوف الزمالك ده رقم واحد.